الحلوين، مقطع فيديو اليوم رح تكون على قصة سيدنا إسحاق. بما إنه اليوم يوم وقفة عرفة، فالفيديو مناسب اليوم إنه يكون قصة. إحنا رح نرجع شوية لورا عندما جات الملائكة عند سيدنا إبراهيم وبشرته بالبشرى، وقالت له بأنه رح يكون أب لنبي من الأنبياء وهو سيدنا إسحاق. كانت بدل البشرى بشارتين، لأنه كمان كانوا رايحين عند قوم سيدنا لوط عشان ينهوا أمرهم، لأنهم كانوا بيكفروا بالله وما آمن منهم أحد. وصار الخاص بقوم سيدنا لوط، والسيدة سارة عمرت وأنجبت سيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق كبر وارتبط وأنجب سيدنا يعقوب. فكانت البشرى للسيدة سارة أنها تعمر وتشوف حفيدها، وصار الأمر هذا، وصار إن سيدنا إسحاق كان صار وقتها بيعلم الناس دين ربهم، كانوا بيعلموهم كيف يكون تصير عبادة الله. حتى سيدنا يعقوب عفوا سيدنا إسحاق عمر، بعد ما عاش وهو بيعلم قومه الدين، صارت بعض الحاجات كيف كان قوم سيدنا إسحاق هم الوحيدة اللي بيجوا منهم آمنين بالله، وفي ناس ما كانوا آمنين لسه ما آمنوا. فكان دايما بيروح لعندهم ينصحهم ويقول لهم إنهم يآمنوا بالله. حتى كان ذكر إنه من أولاد سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب، ما كان الابن الوحيد، كان في ابن تاني وهو أخوه. صراحة ابن أخ سيدنا يعقوب ماني متذكراته بالضبط، بس المعروف إنه صار مرة إن الشيطان لعب لعبته مع أخ سيدنا يعقوب، وخلاه إنه زي كيف يحس بالكراهية تجاه أخوه، مع إنه سيدنا يعقوب بيحب أخوه محبة قوية، وما كان بيحب تصير المشاكل بينه وبين أخوه، إلا إن الشيطان إذا فكر بشيء بينفذها وبيفضل على إلى ما يتم اللي يبغاها. فمدة الأعوام والسنين بسيدنا إسحاق إلى أن فارق الدنيا، فصارت النبوة لابنه سيدنا يعقوب. وكان سيدنا يعقوب راهل عند أخواله، وكان وأخواله كانوا بالبادية تقريبا في منطقة من المناطق. هو سيدنا يعقوب شاف السيدة راحيل اللي هي أم سيدنا يوسف، فاللي صار إنه أخذ يدل سيدنا يعقوب لين البيت. سيدنا يعقوب حب إنه يكون يرتبط بالسيدة راحيل، وكانت السيدة راحيل أخت على المبدأ كان اسمها ما أدري سارة أو اسم تاني، بس المهم إنه الأخت الكبرى هي اللي ارتبطت أول بسيدنا يعقوب، بعدين السيدة راحيل.
حتى كمان ارتبط بالجاريتين اللي كانوا موجودين، فكان مرتبط بأربع حريم. كل منهم يعني أنجب منهم عدد من الأولاد. فمن هنا صار التسمية زي ما ربنا قال بالقرآن بني إسرائيل. وإسرائيل من هو سيدنا يعقوب نفسه. فمن كده صار يعني لسيدنا يعقوب اسمين، يعقوب الاسم الأساسي وإسرائيل تدل على مجموعة الأولاد. يعني بقيت السيدة رحيل يعني مرتبطة بسيدنا يعقوب، ما يعني تركها بس لأنه هي الوحيدة اللي تأخرت بالإنجاب. فاللي صار إنه في مرة من المرات كيف علاج ربنا إنه يكون يصير لها ولد من سيدنا يعقوب، هو وإنه إنها تكون أم. الله سبحانه وتعالى استجاب دعوتها، ومن كده صار عندها ولد وسيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف يعني قصة طويلة فيها أحداث كثيرة صارت بمصر، إلا أن حتى كان في من بين الأحداث اللي صارت يعني حاجات كثيرة صارت بحياة سيدنا يعقوب عندما كان سيدنا يوسف معه، وغيرها عندما راحت بمصر. يعني والأحداث يعني كثير يعني طويلة. هذه أهمها إنه سيدنا يوسف بأحد الأيام كان نايم وشاف يعني شاف 12 كوكب، وكانت الكواكب يعني ما كان يعني أي من النجوم أو حاجة، لا كان شاف بالضبط 11 كوكب سجدوا له. والسجود بداية يعني كان يعني سجود تكريم، ما كان يعني سجود عبادة. راح عند سيدنا يعقوب وقال له على المنام اللي شاف انه شاف انه 12 كوكب سجدوا له، وان سيدنا يعقوب ما كان بيعرف بتفسير المنامات. فحس انه من المنام هذا انه رح يصير شيء يعني بالمستقبل حاجة كبيرة، يعني وإن ال 12 كوكب هدول هم إخوانه، وخصوصا إنه رح يصير يعني يوم بمكانة كبيرة مرة، وهذا الشيء يتحقق لما صار عزيز مصر. حتى كمان قال له لا تقول الرؤية هذه اللي أنت شفتها لإخوانك عشان ما يكون يكرهوك ويعرضوك بالأذى. وسيدنا يوسف أطاع، ما قال لا أبغى أقول لهم هذا، لا أبدا، ما تصرف بالطريقة هذه. يعني وبقي الأمر هادي إلين ما صار واحد في مرة من المرات، لأنه إن إخوة سيدنا يوسف عرفوا بالمنام بشكل غير متوقع. وهي كانت أحد الجاريتين كانت تسمع لسيدنا يوسف وهي بتقول، وهو بيقول لسيدنا يعقوب المنام اللي شافه. فهي راحت وقالت لأحد أولادها إن أخوكم شاف كده كده كده. وبسبب الرؤية هذه اللي شافها فصارت الكراهية موجودة في قلبهم، وبسبب الشعور هذا صار يعني زي كيف يعني يبغوا يكيدوا لسيدنا يوسف ويتخلصوا منه كيف ما يكون، يعني زي كانوا من شدة الكراهية خلص ما يبغوا يكون موجود معاهم. حتى كمان يعني بنيامين أخوه يعني كان برضو شيء من الأذى كان عم بيجي من إخواته، بس ممكن أذيتهم لسيدنا يوسف أكتر بكثير من أخوه، والسبب كان الرؤية اللي شافها.
فهم هنا لما اجتمعوا أخذوا يقولوا لما نكون نتخلص منه كده نقتله ونرتاح من وجوده. أحد الأخوة هذا هنا قال لا تقتلوا أخوكم بل ارموه بغيابة الجب. والجب إيش هو؟ كان أحد الآبار، كان بير يعني فاضي ما كان فيها موية. فهم اتفقوا على هذا الشيء ورموا سيدنا يوسف بالبير. وبقي الأمر كده إلين ما جات أحد السيارة وأخذت سيدنا يوسف. بس في حاجة كده صغيرة هم عملوها. لما شالوا قميص سيدنا يوسف من اللي كان لابس العباية، هنا راحوا لأحد الأغنام يعني قتلوها ولطخوا لبس سيدنا يوسف بالدم. فكانت هذه حجتهم على انه يعني زي كيف انه الديب جاء واكل اخوهم، والديب بريء من التهمة هذه. حتى كمان سيدنا يعقوب لما شاف التوب منه مخزوق ولا حاجة قال يا لطافة الديب هذا، يعني قال يعني زي كيف على أساس إنه يعني منه مصدق إنه ابنه يعني هجم عليه الديب. فيعني كان زي اللي مصدق ولاده وقت يعني بلحظة كده، إلا إنه جواته كان في حاجة جواته بتقول إنه سيدنا يوسف سليم وما صار له شيء. حتى كان بالأحداث هذه اللي صارت سيدنا يوسف هو بالبير، يعني في نذكر بالقصة إنه زي كيف إنه أبوه يعني زي يعني حزين بسبب اللي صار معاه. ودولك الناس اللي كانوا الجوالة التجار كانوا أنه وصلوا عند ذاك البير لما يعني على أساس إنه يكون في موية بذاك البير، وما كانوا عارفين إنه كان بير فاضي. لما راح أحد الرجال اللي عند البير عشان يجيب لهم موية، فأخذ يقول لما حس إنه السلة صارت ثقيلة، فكان حسب إنه الموية امتلأ دخل جوا البير وامتلأ. فلما رفع السلة شاف إنه كان فيها غلام، فتفاجأ فأخذ ينادي أصحابه أخذ يقول قال لهم يا بشرى هذا غلام. وكان سيدنا يوسف مرة كتير حلو بشكل يعني أحد كان نحن نحجز كيف نوصف شكل جمال سيدنا يوسف. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صارت رحلة الإسراء والمعراج وشاف سيدنا يوسف قال أوتي شطر الجمال. يعني من شدة حلاوة سيدنا يوسف سبحان الله يعني انقسمت قسمين، قسم لسيدنا يوسف وباقي القسم سبحان الله لكل الناس سواء إذا كان مؤمن أو كافر. فتخيلوا مدى حلاوة سيدنا يوسف كيف كانت. هذا كان عند لما خرجوه بالبير إخواته عرفوا بالأمر هذا فباعوه 8 بخس، يعني ممكن تجي على القد 10 دنانير 15 دينار حاجة كده، بمبلغ مرة كتير بسيط وزهيد بشكل يعني غريب. ومن كده راحوا لمصر، وهناك بمصر صارت أحداث كثيرة. وكيف يعني لما السيدة زليخة لما حبت سيدنا يوسف على حاجات كثيرة صارت. فنعرف إيش الأحداث اللي صارت مع السيدة زليخة بباقي قصة سيدنا يوسف.
فانتظروا الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي. وبكرة إن شاء الله بإذن الله رح يكون مقطع فيديو، والفيديو هذا 4 حلقات، فيديو كوميدي أنا عملته. فترقبوا الفيديو بكرة يا حلوين، وأشوفكم على خير. سلام.